السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة اليومين دول في لغط كبير قوي جدا في السوشيال ميديا عامة، يعني في عودة رمضان صبحي مرة أخرى للنادي الأهلي، بعد ما طبعا ما شيع إن رمضان صبحي باع النادي الأهلي وأنا يعني بصراحة جاي أقول لك رأيي في الموضوع. يعني أنا أقول لك رأيي في الموضوع بصراحة، وده رأيي الشخصي يعني لي أنا، ما بقولش يعني ده رأي الناس كلها لازم الناس تاخد بيه والكلام ده، ولكن انا جاي اقول لك رايي انا الشخصي، وطبعا رايكم على دماغي وعلى راسي. يعني ما انا بتكلم في الناس كلها اليومين دول بتتناوله يعني. فقصه رمضان صبحي دي يعني انا شايف ان هي حواليها لغط كبير جدا، في واخده مساحه كبيره قوي في السوشيال ميديا، وخصوصا لما تطلع من اعلامي يعني معروف ان هو اهلاوي جدا جدا، وتطلع في قناه النادي الاهلي كمان. يعني الموضوع ده لما يعني لو كان طلع في قناه تاني غير قناه النادي الاهلي، ومع يعني شوبير لما طلع في النادي الاهلي ولمح للجماهير ان عوده رمضان صبحي دي مطلب جماهيري والكلام ده، كان ممكن بعض من الجماهير النادي الاهلي كان ممكن يتقبل الموضوع لو مثلا على قناه انت فاهم. لكن كون ان في اعلامي بحجم احمد شوبير على قناه النادي الاهلي، ده بيدي مساحه للجمهور انه جس نبض الجمهور في عوده رمضان صبحي مره اخرى للنادي الاهلي. طيب، واحد من الجماهير هيقول لي طب رايك انت بقى ككريم مثلا في عوده رمضان صبحي مره اخرى للنادي الاهلي. انا اشوف ان يعني انا بكلمك بقى موضوعي انا الشخصي، بره عن اي حد، بره عن السوشيال ميديا، بره عن اداره النادي الاهلي. الناس تقول اللي تقوله، دي اداره وفي الاول وفي الاخر الراي بيرجع لهم يعني. ولكن انت عايز رايي انا الشخصي، انا بشوف ان عوده رمضان صبحي يعني مقبوله. واحد هيقول لي بقى طب انت، لا مقبول. معلش مع احترامي ليك، احنا يعني هي فترة رمضان صبحي انا من وجهة نظري عودة يعني رمضان صبحي لما فكر انه يبيع النادي الاهلي، انا ممكن اخدها ان رمضان صبحي ساعتها كان لسه برضه يعتبر عيل صغير، ما كانش صاحب قرار، وكلنا عارفين كان مين ساعتها في الوقت ده صاحب القرار. والله يسامح اللي سوح رمضان صبحي. ولكن يعني معلش كله النهارده السوشيال ميديا بتربط موضوع امام عاشور بموضوع رمضان صبحي. في جانب بيقول لك لا، ده لما كان عند الزمالك يقول اللي يقوله، ولكن لما يجي عند النادي الاهلي، النادي الاهلي هيعرف يحكم والكلام. ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. عشان انا بصراحة تعبت من الموضوع ده. انت واحد دلوقتي كان يعتبر عند منافسك الاول، وشتم كل الرموز بقى. يعني معلش شتم، جاب من اولها لاخرها، وجاب من ساسها لراسها وشتم، وما خلاش ما خلاش في العلن يا باشا، وقال اللي قال. تيجي على الجانب التاني رمضان صبحي لما قرر انه يمشي من النادي الاهلي، ما فكرش في يوم من الايام انه يرفع حسه على الجماهير. الجماهير من المدرجات، جماهير النادي الاهلي ياما جت على رمضان صبحي، وياما الراجل ده تعب نفسيا. اقسم برب العزه انا بقول كده دفاعا عن رمضان صبحي. طبعا كلنا كنا ضد ان رمضان صبحي يسيب النادي الاهلي في تلك الوقت ده، بالذات ان كان النادي الاهلي محتاجه في الفتره دي. ولكن هي بتبقى ساعه شيطان، والجمهور كله يا جدعان يا جدعان ما تبقوش سكينه لاي حد. ده في الاول وفي الاخر بشر، سيبك من انه لعيب بقى، لعيب دي بركنها على جنب. ولكن احنا لما نشوف السوشيال ميديا ونشوف اللعيبه اليومين دول بيموتوا في الملاعب عشان خاطر بيتعرضوا لضغط نفسي وضغط عصبي، ما تبقوش السكينه يا جماعه اللي تذبح الناس كده. يا عم خلاص، يا عم عفى الله عما سلف، والدنيا بترجع يعني ما بتقفش. يعني الدنيا ما بتقفش يا جماعه. وانا اشوف ان عوده رمضان صبحي في الوقت الحاليا هي دافع لرمضان صبحي كبيره جدا جدا جدا. لما تيجي مثلا تقول لي رمضان صبحي في الملعب، يعني لما تيجي تحطه مكان بيرسي تاو وتقيس ده مكان ده، لا رمضان صبحي رجليه تقيله قوي في الملعب، خصوصا لما تحط جنبيه حسين الشحات ويبقى قدامهم سام ابو علي، اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. ولكن انا على مستواي الشخصي ورايي الشخصي انا بقول يعني بنسبة 1.99، يعني لا بنسبة نقول 50 ل 99% رمضان صبحي إن شاء الله أهلاوي. عشان بس يا جماعة والله العظيم يعني معلش، أنت يعني أنت كإنسان بص لها. أنت كإنسان خلاص يا عم عفو الله عما سلف، وده برضو يعني الراجل ما شتمش، لا عمره شتم جماهير ولا عمره غلط في إدارة. بل بالعكس الراجل في كل القنوات طلع وقال لك أنا على استعداد إن أنا أطلع أعتذر لجماهير النادي الأهلي، وأعتذر لإدارة النادي الأهلي. وأنا شايف يعني معلش يعني أنت اعتذارك إيه؟ أنت راجل خلاص، أنت شفت احتراف ونقدر. غيرك بقى على الشاشات وقعد يشتم وقعد يهين في الناس وعادي يعني وقشطه، واحنا تقبلنا الموضوع. فما تجيش تقول لي بقى مبادئ بقى وتعيش بقى مبادئ بقى، ما انت كنت خليتها من الاول. ما تجيش تقول لي دي مش زي دي. ده فعل امام عاشور ابشع من اللي عمله رمضان صبحي، وعادي يعني، والاداره تقبلت يعني والجماهير ورجع. وتيجي العيال بتوع السوشيال ميديا يقول لك لا انت بتقارن ده. لا يا باشا، ما هي ما فعلا ما فيهاش مقارنه ان واحد يطلع يشتم رموز النادي الاهلي وعادي ويعدي مرور الكرام عادي،
والراجل التاني على الجنب التاني يعني ما غلطش في حد، ولا طلع غلط في اداره، ولا طلع غلط في مدير فني، ولا غلط في جماهير. الراجل كان بينزل ويلعب مع الفريق عادي، وما كانش بيشغل دماغه يعني، وعادي يعني. وتيجي دلوقتي يعني بيقول لك النادي الزمالك بيفاوضوا، وبيقول لك بيفاوضوا من بدري قوي قوي قوي، وهو رفض انه يروح نادي الزمالك على امل انه يعود مره اخرى للنادي الاهلي. فانا بصراحه قلت لك وجهه نظري انا، عشان بس شايف ان السوشيال ميديا حوالين الموضوع ده لبق كتير قوي 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 في عوده رمضان صبحي مره اخرى للنادي الاهلي. فهو على راي المثل لما بيقول لك العجل لما بتقع بتكتر سكاكينه. انا شايف ان رمضان صبحي يعني يا عم خلاص، يا عم عدي، يا عم يا عم يا عم، حرام. حرام، ده في الاول وفي الاخر ده انسان، وعنده اسره، وعنده عيل، وعنده ما ايه يا جدعان، امشي يعني، مشي الدنيا يعني عادي. الراجل ما طلعش شتمك يعني، الراجل ما طلعش غلط في رموز النادي الاهلي يعني زي ما صاحبنا التاني عمل يعني، وعلى الملأ والدنيا. وتيجي ناس تاني تقول لك لا، ما هو في فرق بقى لما يبقى هناك، احنا نجيبه عندنا هنا نربيه. يا عم ما في، يا عم انت بتضحك على مين؟ طيب انت بتضحك على مين؟ ولا انت ايه؟ انت لو هتضحك على نفسك مش هتعرف تضحك على الجمهور اولا مبدئيا. فقشطه يعني كده، انا طلعت اوضح بس للناس بس حاجه بسيطه، وربنا يهدي الاحوال، وان شاء الله عاجلا ام اجلا رمضان صبحي ان شاء الله اهلاوي، وان شاء الله على خير، والسلام عليكم.